المدير العام أخد قضمة من العيش اللي بالتمر اللي سكرتيرته كانت جايباه له، بس الطعم خلاه يفتكر أخته الصغيرة اللي اتفرق عنها من 40 سنة. العيش اللي بالتمر ده كان علامة سرية بينهم هما الاتنين. من 40 سنة حصل حريق فجأة أودى بحياة أبوهم وأمهم، ومن ساعتها الأخ وأخته كانوا متكلين على بعض عشان يعيشوا. كل يوم الأخ كان بيكسب عيشه من جمع الزجاجات الفاضية. في يوم من الأيام صاحب المخزن اللي بيبيع فيه الزجاجات شاف مجهود الولد فاداله $6 زيادة مكافأة. اليوم ده كان عيد ميلاده هو وأخته. راح لمحل تورت عشان يشتري تورتة، فالبياع قاله يرجع بعد 3 ساعات يستلمها. في الجهة التانية أخته كانت محضرة الأكل ومستنية أخوها يرجع. كانت عاملة سلة عيش بالبخار وكانت ناوية تعمل منه تورتة لأخوها. لما الأخ عرف إن إيد أخته اتلسعت حس بذنب كبير جواه، ورغم إن العيش اللي عملته كان نص سوا أكل منه وهو مبسوط. بعد كده جري على محل التورت عشان يستلمها، بس أول ما خرج كانت أخته اتخطفت من تجار بشر كانوا مترصدين لها من بدري. لما الولد رجع بسرعة كان خلاص فات الأوان. التورتة وقعت على الأرض. بعد 20 سنة الولد بقى مدير عام مشهور في نيويورك، وبقى عيد ميلاده ملوش أي معنى عنده. أمنيته الوحيدة كانت إنه يلاقي أخته، بس الحقيقة إن أخته كانت طول الوقت بتبيع عيش بالتمر تحت شركته من غير ما يعرف. كانت مؤمنة إن العيش ده ممكن يكون سبب إنها تلاقي أخوها تاني. دلوقتي حياة أخته كانت مليانة تعب، كانت بتشتغل عشان تصرف على علاج بنتها في المستشفى وكمان تعتني بجوزها المعاق. لكن اللي كان مفرحها إن النهاردة عيد ميلادها هي وأخوها. زي كل سنة ولعت شمعة على تورتة العيش البسيطة. في اللحظة دي سكرتيرة المدير العام نزلت تشتري الفطار، ولما شافت التورتة البسيطة قدام الست افتكرت إن النهاردة عيد ميلاد المدير، فاشترت العيش وسابت فلوس ومشيت. الست حاولت توقفها بعد ما شافتها، بس في اللحظة دي جالها تليفون من المستشفى والدكتور قالها إن حالة بنتها ساءت ولازم عملية فورية. في الجهة التانية السكرتيرة سلمت الفطار للمدير. أول ما أخد قضمة بسيطة رجعت له ذكريات الطفولة هو وأخته. على طول نزل ورا السكرتيرة يدور على الست اللي باعت الفطار، لكن كانت أخته خلاص ركبت تاكسي وراحت المستشفى.